كيف اسقاش كمشي تروحي اسقاش كمشي هاي اسقاش كمشي ايا نفس الشيء. زيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. بعد الضجة اللي عملها بائع البيض جلالي بالعبيد وتصريحاته اللي فاجأت كل الجزائريين، جلالي اتراجع عن تصريحاته وده اللي طلبه من والي وهران. بس قبل ما نبدأ من فضلك ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس بكل الإشعارات وصلي على سيدنا محمد في خانة التعليقات. بعد الضجة اللي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي اللي عملها بائع البيض جلالي بالعبيد، فاجئ كل الجزائريين بتصريحاته بعد ما تراجع عن الكلام اللي قاله قبل كده. كلنا عارفين ان بائع البيض جلالي والي وهران طرده بطريقة مذلة، وظهر كأنه خائف يتراجع عن تصريحاته، وطلب جلالي من الوالي أن يمنحه محل وكأن شيئا لم يكن. يعني يا جماعة بائع البيض طلب من والي ولاية وهران انه يحدد له مكان يقعد فيه، وانه هينسى كل اللي حصل وهينسى طرده بالطريقة المذلة اللي حصلت. لكن طلب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة هذا الوالي المتجبر، وطلبوا بإنهاء مهامه فورا لأنه أهان كل الجزائريين بإهانته مواطن بسيط لا يملك قوت يومه. لكن يا جماعة الغريب في كل اللي حصل ان شيخ النووي اغضب كل الجزائريين بتضامنه مع والي وهران بعد ما طرد العامل البسيط اللي ما بيملكش قوت يومه، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب من الشيخ اللي تضامن مع الوالي بعد اللي عمله مع بائع البيض اللي كان بيسترزق وبيبيع المأكولات بطريقة غير شرعية علشان يملك قوت يومه. هذا السيد ولي ولاية وهران الغني عن التعريف سعيد سعيود، وهذاك الأخ خونا من وهران يمارس تجارة. أنا نوجه من خلال هذا النداء اللي داروا الأخ، نوجه نداء للسيد ولي ولاية وهران، نقول له يا سيد الوالي هذا مواطن يمارس في التجارة بطريقة أو بأخرى، من حقه أنه يكون عنده محل. ماذا بك سيد الوالي راك مسؤول على الولاية، وفر لهذا الشباب اللي راهم حابين يخدموا محلات وهذا مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي والسلام عليكم. عادي براحتك هكا انه نورمال راك مع خاوتك. وصل رسالة للشعب الجزائري واش هي الصدمة اللي راك فيها انت والعائلة الكريمة، وكيفاش جات ردة الوالي بهذيك الطريقة تجاهك؟ سنين الوالي نتمنى كشمين نستفادوا منه. هو الإهانة اللي دارها لنا ما جاني بها، خاصكم شي جزائري ما عطاكم ولاده، ما عطاكم لا حانوت لا حاجة، ما عطاونا والو نورمال هكا مثالي يمشي هز قشك. أنا سامي بيت محمولة خفيفة حطيه في داري وخرج برا فيها بيت فيها معقودات فيها وصوص وكاع الأمة تاكل عندي. شكون اللي طيب لك؟ تسمى الزوجات هي اللي طيب لي ولا غير برا؟ انا ما طيب برا ما ندير حتى حاجه. بارطاج خاوتنا العزاز، بارطاج الله يخليكم باش ما ينقطعناش البث. واش عندك كم اللي خدم لي خدمه؟ راني في 5 سنوات. تسترزق من هاد الطابله هاي. انا ولادي والزوجه والحاج والحاجه. انت كش راك دافع دوسي تاع دافع دوسي تاع خدمه ولا حاجه؟ دافع على شغل تاكل على روحك كيما؟ لا انا نتكافل على خدمتي. سما عندك بيت حبس تفهم الشعب الجزائري بلي عندك هذيك الطابله تسترزق منها. تسترزق منها ما تاكل على حتى واحد. لا 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 وخلصت كي الناس تبغي شويه كيوس ولا حاجه ولا نخدم على راسي. هذه عند شاف دايره تاع السينيا. دخلت على الشاف ودخلت على البيت تاع كلمه. قال لك حاليا ما راسش تاع لا حول ولا قوه الا بالله. خلينا بالخدمه وهذيك خلينا بها راجل. طشتك ساكت في الفيديو ما كان يهضر معاك على باش شغل ما توقعش يهضر معاك بهذيك الطريقه هاك. كنت داير يهضر معايا بهذيك الطريقه، كنت تستنى جايب لك حل. ويجيبني
بالوالي كيما كيواجد. واش هي الاسباب اللي وصلتك لهذا الشيء؟ من بعد تبغى يكون بعد يعني ماشي مشكل. لا بغيت نعرف انت ملي كان يهضر معاك ما هو ما قاعد يزكي. انا فاجأني ما بقيت ما نفهم. قال لي حس خشك يا سيدي. كنت طالع فيه يقول لك حاجه يعاونك حاجه. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه ياخذ الجزائريين عاونونا. حسبي الله ونعم الوكيل. راح يوصلوا خاوتك الزواوله سي بون في ذا الحساب غير الزواوله سي بون باذن الله ان شاء الله الصوت تاعك يوصل سي بون. السلام عليكم. هذه سير الوالي اللي قال جيلاني بالعبيد هذا اللي قال له هز قشك ومشي بهذيك العباره. حنا جزائريين ما نبغوش الدل، وهذه الهضره اللي هضرتها غلط حياتك عايبه عليك. سي فري راه غير قانوني بصح هذا عنده لي كليون تاعو على حسابه كيما هو غادي يجي ياكلوا عندها البيض. تاكل بيض فاي تخدم تاكل بيض فاي انت، كاين اللي ياكل بيض فاي كاين اللي ياكل على حسابه. ما هضرش معاك في ديك الدقيقه هو قنط. هو برا خلع كان يقارك شمت تفري معاك شي حاجه ولا تحل مشكله تاعها ولا ما لا عاد يجاوب بدرو. يجاوب شنو نقول لك؟ انا من الوليدات حسبي الله ونعم الوكيل كما قلت لي حس خشك انا هزيت قش. ولا قش ولا قش صاي ولا عند الدار ولا يسكن هنا على دار انا بطل. حسبي الله ونعم الوكيل هذا ما نقول. طيب فهمت الوالي عيب عليك. لا جاوبك عاود هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا كيفاش نديروا مستر ابي ان شاء الله. الا كان لك صح الحانوت الماتريال تاع الحانوت كاع عليا خويا العزيز، وتخدم على روحك بقيمتك وخدام رجال سيدهم خويا وانت راجل وعزيز. وماناش نقولوا الصوالي يدير واش يحب، هذه الهضره احنا ما نقولوهاش. قانون مي انسان يهضر باحترام، الناس كاع تهضر باحترام مع الشعب خويا العزيز. هذا واش كاين. السلام عليكم بيس. شحال الحاجه اللي يدير لي تهلكات انا ما خصنيش، ولا تاع واحد تصور معايا ونروح منا انا ما خصنيش هذه. انا انسان بسيط عادي يكون ولاد الحلال عايش بالحلال. الزوجة الوليدات الحاجة مع الدار وانا مسؤول عليهم الحمد لله يا ربي. نتمنى ان شاء الله يكون غير خير وهضروا معانا ان شاء الله وراه نهضروا معنا الوالدين وقال لك ان شاء الله بربي حقك ما يجعلكش ان شاء الله يجيك كما يبغي يجازيك. خاطر نتايا ما خالف جيت هكا وجات هذيك الغلطه هذيك وما عرفناش حنا هذه هي. وطم خوت الجزائريين بارك الله فيكم. واللي تساندوا معايا حاجه تاع خير واللي بغى يدير خير ماشي يدير لي انا اشهار ولا دير تنسى باسمي. انا ماشي نسيت باسمي ما نخليش هاد الصوالح. انا نحوس انا خرجت ولادي ماشي جيت تخدم بيا نتايا وانت تخدم بيا انايا بلا ما على بالي قلت انايا كيف تخدم بيا انا ما على باليش. قالوا لي هذا من هذا من لا انا نيتي باش نوليه نولي ونقول لها بها كيباه يشوف الحاكي يشوف هذه الحمد لله. راهم عيطوا لنا ورحنا عندهم واستقبلونا وهذه وقال لك غادي ما يكون غير خير ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.